الفراخ المشوية من أطعم وألذ الأكلات اللي كلنا بنحبها، وكلنا بنتمنى إن احنا نعرف نعملها زي ما بنشتريها من بره. النهاردة بقى هقولكوا على تتبيلة لازم هتطلع معاكوا أحلى كمان من ما بتشتروها من بره، كفاية ضامنين نضافتها، وهتطلع معاكوا جوسي زي ما انتوا شايفين كده، اللحم كله مستوي وشارب من التتبيلة، وكمان من بره مقرمشة، يعني هتحققي المعادلة الصعبة. يلا بقى نسمي بسم الله ونبدأ ونشوف هنعمل ايه. ولو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وقوليلي رأيكم في الكومنتات. الفراخ عادة لما بجيبها علشان اخزنها في الفريزر لازم بتبلها بالبصل والملح والفلفل فقط، ولو عايزة تحطي عليهم بهارات زيادة ممكن تحطي كركم او بابريكا. ولازم اديهم الفتحات اللي انتوا شايفينها دي بحيث ان البصل والتتبيلة تكون داخلة جوه اللحم. فهي كانت طالعة كده من الفريزر. انا بقى التتبيلة اللي عملتها كانت بصلة كبيرة مبشورة بشر ناعم، هنحط عليها معلقتين يا اما صلصة معلبة يا اما صلصة مسبكاها في البيت، فدي كانت صلصة متسبكة. وحطيت عليهم معلقة عسل كبيرة، معلقة عسل اسود كبيرة، وهي دي سر خلطة الفراخ المشوية واللي بتفرق جدا معايا. وحطيت معلقة قشطة كبيرة ومعلقتين من اللبن، والبهارات اللي بتحبيها، ملح فلفل اسمر بابريكا كركم كاري، واهم حاجة عندي توابل الفراخ. وحطيت معلقة زيت، وقلبي كل المكونات دي مع بعض لحد ما تحس ان كل المكونات خلاص اتكون لي سائل او خليط مايل للسيولة شوية زي ما احنا هنشوف دلوقتي. انا بس البصل كنت مطلعاه من الفريزر فكان ماسك نفسه شوية، ومع التقليب طبعا فك. فهقلبه كويس جدا. وخلي بالكم اللي انا هعمله دلوقتي ده بعمله قبل ما هطبخ او هشوي الفراخ قبليها بيوم، يعني تبات في التلاجة ليلة كاملة في التتبيلة دي، فده يفضل. لو ما عندكيش وقت ممكن تعملي التتبيلة دي الصبح وتخليها فيها من ساعتين ل3، بس كل ما تقعد في التتبيلة دي وقت اطول كل ما طبعا النتيجة بتبقى افضل. هنزل بالتتبيلة دي على الفراخ بحيث ان ما يكونش فيه جزء في الفراخ مش واصله التتبيلة. هدخله في الفتحات ومن تحت ومن فوق ومن تحت الجلد وفي كل حتة تكون وصل لها التتبيلة دي. هحاول ما اخليش اي حتة مش وصل لها التتبيلة، وزي ما بقول لكم مهم تقعد فيها وقت كافي. ولو لسه بتشوفوا الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. كده انا نزلت معظم التتبيلة عليها، كل الباقي بقى هحطه فيها وهقفل العلبة دي وهشيلها في التلاجة.